يا مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم في الفيديو. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة جديدة وفيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده جلاش. النهاردة نعمل مع بعض صينية الجلاش العسل دي، بس بحشوة جميلة جدا. ولا تقولي لي بقى لحمة ولا تقولي لي معرفش ايه. النهاردة هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا واقتصادية. حشوة بجد رهيبة، وزي ما انت شايفة شكلها بجد تحفة. طبعا شكلها بيتكلم عن نفسها وطعمها احلى واجمل. بص الحشوة شكلها تحفة ازاي، جميلة جدا، طعمها رهيب. النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش بالخضار، سهل وبسيط بقى، من غير بقى فول صويا ومن غير بسلة ومن غير جزر وحاجات كتير قوي. هنعمل مع بعض الجلاش بتاعنا بخلطة رهيبة، وطبعا زي ما انت شايفة النتيجة، ربنا يبارك. حاجة كده عسل، حاجة سكر، طعمه رهيب. وطبعا شكله زي ما انتوا شايفين. انا بحب الجلاش في كل احواله، سواء بقى بالجبنة او باللحمة او بالخضار او حلو او حادق، انا بموت فيه. شايفين الوصفة بتاعت النهاردة تحفة ازاي؟ بص التسوية بتاعتها، بص الحشوة من جوه رهيبة. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، واوعدك يا ست الكل ان طعمها مش هتفرقيها عن اي حشوة تانية، من كتر ما هي جميلة وحلوة وطعمة وشكلها لذيذ بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. لو عجبك الوصفة بتاعت النهاردة، يلا بينا نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقة التحضير السهلة جدا والبسيطة. والعسل وازاي تطلع معاكي تحفة ولونها جميل وطعمها طبعا وكل حاجة حلوة. طيب مبدئيا كده، انا زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده، معايا شوية خضار كده حلوين، عبارة عن فلفل اصفر، فلفل احمر، بصلتين حلوين كده، طماطمية صغيرة، 4 قرون فلفل اي اخضر بس مش حراق، واحدة وسط. هناخد الخضار العسل بتاعنا ده كله نقطعه مكعبات صغيرة، وبعدين نيجي كده على البوتاجاز مع بعض نشوف هنشوحه مع بعض ازاي. وهنا عندي طبعا شوية زيتون كده حلوين، اللي هما بيحلوا الوصفة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلاص هنجيب كده شوية زيت في الطاسة كده نحطهم مع بعض، شوية زيت حلوين كده عشان احنا النهاردة يعني الخلطة بتاعتنا كبيرة. وهننزل فيها بالبصل ونبدأ نقلبه ونشوحه بالشكل ده كده على نار متوسطة. طبعا انت ليكي حرية الاختيار، ممكن تعملي نص الا الحشوة. بص بقى، عندي من كل حاجة نص معلقة صغيرة. إيه طبعا توم بودرة وبصل بودرة، وعندي فلفل اسود، فلفل ابيض، وعندي ملح، وعندي بابريكا، وعندي 7 بهارات، وحبة صغيرة من بهارات الفراخ. حاجة كده كلهم معلقة صغيرة صغيرة او نص معلقة صغيرة، على حسب ما تحبي والكمية بتاعتك. انا طبعا عشان عاملة لفة ونص من الجلاش، فحطيت من كل حاجة معلقة صغيرة جدا من بتاع البهارات. كل بهارات عندك في البيت حطي منها. طبعا احنا بندبل البصل عشان ما ينفعش ان احنا نحط الحشوة كلها نية، والا هيبقى طعمها وريحتها مش حلو في الاكل. يبقى قلنا البهارات بتاعتنا بتبقى عبارة عن توم بودرة وبصل بودرة، فلفل ابيض وفلفل اسود، ملح، بابريكا، وكمان شوية من 7 بهارات، وحبة صغيرة كده من البابريكا الحمراء، وحبة صغيرة جدا من بهارات الفراخ. وما ننساش طبعا 7 بهارات، او في ناس بتسميها بهارات 7 بس هي اسمها 7 بهارات. وبعد ما دبلنا البصل بالشكل ده، نزلنا عندنا بقى بالفلفل كله وظبطنا الدنيا كده، والزيتون وكل حاجة. طبعا انا قطعت الزيتون الى مكعبات صغيرة، ما ينفعش ان انا ايه احط الزيتون يعني كده سليم، لا قطعته حتت. بص الوصفة بتاعتنا بجد رهيبة. عايزة اقولك البهارات لما اتحطت على البصل الاول، طبعا تحس ان بتلزق معاكي شويه، بس هي مش بتلزق، بس بتديكي ريحه رهيبه وطعم فظيع. بعد كده نزلت بالطماطميه، طبعا بتكون الطماطميه شايلين منها البذور والميه تبقى ناشفه، بس بدبل الخضار وكده تمام، مش هحط اي حاجه تانية زي الفل. بعد كده الخضار عندي دبل زي ما انتوا شايفين. جبت عندي الصينيه دي مقاسها 35 في 35، وده شكل الخضار بتاعنا مع الزيتون رهيب بجد يا جماعه، رهيب. بعد كده هنا عندي لفتين من الجلاش. عايزه اقولك ان الصينيه دي بتاعتي دي كبيره، فاللفة عندي ما بتبانش فيها قوي. وانا كمان بحب او حابة ان انا اعمل صينية كبيرة كده تكفينا، ربنا يبارك، نتعشى بقى منها، وكمان يعني يفضل عندي اشيله كمان. بصوا الجلاش اليومين دول في رمضان طري وحلو جدا زي ما انتوا شايفين. انا بجيب كده حوالي ورقتين ورقتين في قلب بعض، ما بحبش ادهن ورقة ورقة، بحب ادهن كده ورقتين ورقتين، وبحط كده في الصينية. وعايزة اقولك بقى، عايزة تدهني بقى سمنة زيت اللي يريحك مفيش مشكلة. انا كنت دهنة تحت سمنة بصراحة من بتاع العلبة دي، وبس في الآخر جاب بقى ده الزيت، يعني أدهن بالزيت. وبعد كده باخد الورقات بخلي كده ايه، واحدة شوية بره من هنا وشوية بره من هنا، عشان لما اجي اقفل التقفيلة الأولى تبقى ملمومة عندي كلها زي الفل تمام بالشكل ده. وبعد كده بنجيب يعني زي ما انتوا شايفين، من هنا كده ورقتين ومن هنا ورقتين.
عايزه تحطي ورقه واحده حطي، مفيش اي مشكله، بس انا عايزاها. بحب الحشو انا بحب ورق الجلاش جدا يا جماعه، بحب ورق الجلاش بجد. فانا بحب اتخنها شويه. الغرض يعني او القصد ان انا عايزه اتقل الحشوه تحت، اتقل الجلاش تحت عشان لما احط الحشوه، لان انا الحشوه بتاعتي كبيره. فهعمل طبقتين زي ما انتم شايفين، لكن انت لو هتعملي طبقه واحده او دور واحد، ما تكتريش قوي ورق الجلاش، كفايه يعني عليكي لفه. خلاص. وبعدين خدت بقى نص الحشوه زي ما انتم شايفين بالشكل، طبعا لسه سخنه. هبدا اوزعها بالشكل ده لان دي حشوه كتيره، فمش هينفع ادلقها كلها ايه طبقه واحده يعني. خلاص. وبعد كده ايه، ما ينفعش بقى ان احنا نطبقها التطبيقه اللي انا وريتها لك دي، لا. لا، لازم نرفع نخلي التطبيقه بره. يعني ما ينفعش تطبقيها تخليها بره زي ما بعد كده خليتها بره وحطيت ورقه واحده بس، اللي هو بقفل بيها خلاص بالشكل ده. طبعا انت ليكي حرية الاختيار ازاي ترصي الصينية بتاعتك، ازاي تعمليها. بدأت كده بجيب كده كام ورقة بحطهم تحت على الطبقة اللي هي الأولانية. فاهمين قصدي يا جماعة؟ يعني هو ده قصدي زي ما أنا بعملها كده. بين كل ورقتين بدهن، كل ورقتين بدهن دهنة من الزيت، دهنة حلوة كده. ما تكتريش الزيت قوي عشان الزيت بصراحة بينشف الورق، بيخليه يتقطم معاكي. عايزة تحطي سمنة حطي، عايزة يعني اللي يريحك. بس انا صدقوني في الصينية تحت دهنتها سمنة من العلبة، بس فوق حطيت زيت. خلاص. وبدأت بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين، ورقتين ورقتين وبدهن، ورقتين ورقتين وبدهن. خلاص. بعد كده يعني انا عندي خدت من اللفتين لفة ونص بالظبط. يعني سبت نص لفة من اللفة التانية بتاعت الجلاش. بظبط بقى انا، يعني بظبط مثلا هنا شوية وهنا شوية، بظبط. خلاص احنا كده خلصنا. بعد كده هنروح بقى مطبقين الحواف بتاعت نحط بقى الورق بتاعت نحط بقى الحشوة ونطبق بقى الحروف. ونبدأ بقى نحط الطبقة اللي هي الأخرانية خالص. خلاص اهو معاكم بالشكل ده. بجد يا جماعة رهيبة، كانت طعمها رهيب وريحتها يعلم ربنا، ربنا يبارك، احنا اتنسفت. خلاص. بعد كده انا طبقت كده الجوانب اللي هي كانت تحت خالص زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده بحط كده في النص، يعني ببدأ ان انا ايه، احط في النص واحدة تانية اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبدهن دهنة برضو خفيفة خالص من المواد الدنيا اللي معايا. حابة بقى تحطي زبدة، حابة تحطي سمنة، حابة تحطي زيت، اللي يريحك يا ست الكل. ببدأ احط ورقتين كده عشان ما تفلتش معايا من النص، اللي هو بيها اغطي على الجلاش حلو. خلاص. ما تقولي طب ما انت كده يا ايمان هتبقى معزوله مقسومه نصين، لا هقول لك بصي هنعمل ايه بقى. بعد كده بجيب الورقات الاخرانيين دول وبخلي الطرف بتاعها من على الجنب بتاع الصينيه برضو كده اهو زي ما انتم شايفين. انا كده كانت خلصت عندي اللفه الاولانيه، وطبعا بدات ان انا اخد الجزء الاخراني ده من اللفه التانية. يعني الجزء اللي هو التغطيه الاخرانيه خالص، الوش الاخير ده، ده من اللفه جلاش التانية. خلاص اهو بالشكل ده. بصي اهو بدهن كده بين كل ورقتين ورقتين كده، تمام عندي الدنيا قربت تخلص معايا. خلاص اهو بالشكل ده. بعد كده بجيب عندي ورقاية تانية اخر حاجة، احط ورقتين في النص واروح بقى مقفلة التقفيلة بتاعتي الحلوة زي ما قلت لكم انا عايزة ايه. هتقولي يي ده الصينية كده بقت كبيرة قوي، لا الصينية مش كبيرة قوي ولا حاجة. الصينية زي الفل كده تمام زي العسل، جميلة جدا. انا بحب زي ما قلت لكم ورقات الجلاش تبقى كتيرة، ما بحبهاش خفيفة قوي بصراحة. خلاص. بعد كده اخر واحدة حطيتها، وهبدأ ارفع الجوانب بتاعت الصينية بالشكل ده، وابدأ ان انا اقفلها كلها تحت بعضيها الم كده. بص اهو، هو ده قصدي، برفع واقفل. ظبطي بقى الدنيا بتاعتك كده زي ما انت عايزة. صينية الجلاش ربنا يبارك زي العسل، طبعا طبقتين. وبعد كده بقى دلقت بقى الزيت اللي عندي، وهبدأ ان انا اقسم الصينية بتاعتي الى اجزاء زي ما تحبي بقى، كبيرة بقى صغيرة، ايه اللي تحبيه قطعيها بسرعة. في ناس بتحب تقطع الجلاش بعد ما بتسقيه، ما بعد ما اسقيه ما بحبش اقطعه عشان بيتقطع معايا وبيتفرول، لكن انا بحب اقطعه قبل ما اسيب التشريبة بتاعته. خلاص قطعتها كده الى 4 اجزاء، 4 طول و4 عرض زي الفل، بتعمل معايا حوالي 12 حتة زي الفل اهو. بس طبعا قطع ربنا يبارك، يعني قطع قطع. بعد كده بقى قطعناها زي ما قلت لكم. هنا جبت عندي كوباية ونص من المية السخنة، عندي مكعب ونص من الماجي، وكمان عندي المكون بقى اللي هيديها النفخة كده الحلوة، بديل اللبن بقى ايه، معلقة كده مليانة من البيكنج باودر. بصوا يا جماعة عشان زي ما قلت لكم انا عاملة إيه 1.5 لف الجلاش، يعني عاملة لفة ونص من الجلاش. فانا حاطة مج ونص من المية. لو انت هتعملي لفة واحدة بس
بتاخدي كوباية مية واحدة بس، او بقى عايزة تحطيها لبن، عايزة يعني لو مش في صيام زينا كده او مش بالخضار حطيها لبن، لكن احنا عشان في صيام فبنحطها ايه مية. هتقولي ييه ده كتر منك، او لا ما كترتش مني ولا حاجة، لمجرد ما بتخش الفرن كله ده بيشرب تحت وفوق، وبعدين المية بالمكعبات الماجي بالبيكنج باودر بيخش ما بين الورقات، بيخليها كده تقب وتنفخ وتبقى زي العسل. بالنسبة بقى للتسوية بتاعتها تبقى درجة حرارة 180 أو 200 على الرف اللي تحت، وأول ما بيحمر تحسي كده إن هي من الجوانب أخدت لون زي كده، بروح مولعة الشواية بديها وش. ربنا يبارك، بصوا يعلم ربنا طلعت من الفرن عسل، وشربت التشريبة بتاعتها كلها وزي الفل. فزي ما قلت لك يا ست الكل، لو انت هتعملي لفة واحدة بس بتحطي كوباية مية واحدة وتحطي نص كل الخضر. اشوفكم على خير، وصفة جديدة وفيديو جديد، سلام.